اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هي تجربتي الكاملة في ازاي قدرت اعمل ارباح كويسة جدا نوعا ما من اليوتيوب. طبعا زي ما انتوا شايفين دي حسابات الادسنس الخاصة بيا. طبعا الارباح اللي قدامكم دي ممكن تكون ارباح قليلة، ولكن الارباح دي انا عملتها من قنوات صغيرة جدا لا تتعدى ال 2000 مشترك، من قناتين، واحدة 1500 مشترك وواحدة 2000 مشترك. ولكن اللي مخليني مميز ومخليني قادر اجيب ارباح كبيرة بالمنظر ده مقارنة مع المحتوى المصري، ان المحتوى اللي انا كنت بعمله هو موجه باللغة الاجنبية، باللغة الانجليزية، لامريكا واوروبا بشكل عام. ده اللي احنا نعرفه مع بعض في الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله على القناة الخاصة بيا، وهي طبعا بيزنس وزمو. هتكلم معاكم عن كل حاجة خاصة باليوتيوب اوتوميشن، وازاي انك تقدر تعمل محتوى بالاي اي، محتوى مقبول متوافق عليه طبعا في الشروط الجديدة الخاصة بشروط يوتيوب الجديدة، وطبعا بدون اي مشاكل وبدون اي مخالفات. والدليل على كده ان انا بدأت قناة جديدة هاخدكم معايا رحلة من البداية للنهاية، وان شاء الله الهدف بتاعنا 1000 او 2000 دولار من القناة الجديدة اللي احنا بنعملها. تعالى كده نبص مع بعض على القناة. طبعا انا هكون مداري الاسم بتاع القناة والديتيلز بتاعتها، عشان ده محتوى من المحتويات اللي مفيش عليه منافسة كبيرة، فانا خايف طبعا ان انا اظهر الاسم وبالتالي يبقى فيه تنافس كبير عليه. هعرفك برضو ده من ضمن السلسلة اللي احنا هننزلها في القناة. هعرفك ازاي انك تقدر بكل سهولة تجيب المحتويات اللي فيها جاب كبير. يعني ايه؟ يعني المحتويات اللي عليها طلب كبير جدا ولكن مفيش عرض. يعني ناس كتير بتبحث على محتويات محددة ومعينة، ولكن السيرش اللي بيجي ده مش قد المحتوى اللي موجود اوريدي على اليوتيوب. فانا اخليك تبدأ في محتويات قادر انك تنافس فيها بقنوات جديدة. زي ما انتم شايفين القناة اللي معانا دي حالة من الحالات اللي موجودة. برضو انا كل القنوات او كل المحتويات اللي بعملها بتبقى موجهة بشكل دايركت لامريكا او اوروبا بشكل عام. القناة اللي انتم شايفينها قدامكم دي انا بدأتها من يوم 9/7، يعني تقريبا من حوالي 9 ايام او 10 ايام. اول يوم نزلنا فيه اول فيديو جابت 5 مشاهدات، وده طبعا طبيعي جدا. تاني يوم طبعا جبنا 14 مشاهدة، وده برضو طبيعي جدا. وتالت يوم طلعنا ل 34 مشاهدة. ففي تحسن طبعا انك لما بتشوف الاستاتيكس بتاعت الفيديو، متوسط مدة المشاهدة وكمان الكليك ثرو ريت على الفيديو، فانت بتبقى عارف ان الفيديو ده ليه مؤشرات قوية جدا طالما انت ماشي في التراك الصح او التراك السليم. فمعنى كده ان الفيديو كده كده هيرتفع، يعني هيرتفع، ولكن هي تبقى مسألة وقت. بالنسبة لقناة جديدة زيرو مشتركين. طيب، تالت يوم او رابع يوم معانا بقينا 139. بعد كده بقينا 273 يوم 13. بعد كده يوم 14 طلعنا ل 1676. بالنسبة للقناة زيرو مشتركين، ده رقم كويس. بعد كده طبعا طلعنا ل 3019 مشاهدة. وبعد كده نزلنا تاني امبارح يوم 16 ل 1998، نقول 2000 مشاهدة. طبعا زي ما انتم شايفين عدد السبسكرايب اللي موجودين قدامنا هنا 159. طيب، تعالى كده اقول لك ان في المحتوى الاجنبي ده زي ما انت شايف كده قناه صغيره جدا جابت 7200 مشاهده في تقريبا حوالي 2 4 6 7 ايام. يعني في خلال ال7 ايام دول لو القناه كانت مفعله كانت هنكسب قد ايه، او كانت هتجيب لي ارباح قد ايه. في المحتوى اللي انا شغال عليه دلوقتي لو جينا ضربنا 8 دولار في 7.2، يعني المفروض 7200 مشاهده، ال1000 ب8 دولار في المحتوى اللي انا بعمله ده. فبالتالي طبعا المكسب هنا كان هيبقى 57 دولار. فده طبعا بالنسبة لقناة 100 أو تحت ال1000 مشترك، فده رقم كويس. ولكن مع ذلك انت بتتكلم ان القناة لسه ماشية في التراك بتاعها عشان يتم تفعيل الأرباح عليها، اللي هي ال4000 ساعة وال1000 مشترك. ولكن احنا طبعا ماشيين في التراك السليم. بقينا 436 ساعة مشاهدة في حوالي 7 أيام، يعني تقريبا بنتكلم في مقدار 20 يوم أو 25 يوم إن شاء الله القناة دي تكون مفعلة بإذن الله. طيب، تعال نبص كده على الجمهور او الاودينس اللي موجودين عندي في القناة دي، واعرفك بشكل بسيط جدا ازاي تقدر تستهدف المحتويات او ازاي تقدر تستهدف الاجانب او الامريكان، لان سعر الاعلانات بتاعتهم غالية جدا. واعرفك كمان بثلاث محتويات مهمين جدا وحاليا فيهم جاب كبير جدا تقدر تعمل عليهم كونتنت كويس جدا، وده هيبقى في الجزء الثاني من الفيديو. ولكن خليني كده اوريك تأكيد. طبعا خلينا كده نعمل ريفرش بسيط للصفحة اللي قدامنا دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي كل حاجة يعني على مية بيضاء، او كل حاجة زي ما بنقول بمصداقية وشفافية تامة. خلينا برضو نرجع كده لحسابات الادسنس ونعمل برضو ريفرش كده الجميل بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجة يعني
مش مستاهله ان احنا نعمل انسبكتيت او ان احنا نعدل في اي شيء. لا، المواضيع دي كلها بسيطه، والارباح مش ارباح مبالغ فيها، ولكن بالنسبه للناس دي ممكن تكون ارباح كويسه جدا. ولكن الارباح دي بسيطه جدا جدا جدا، ولكن انا بتكلم على ارباح قنوات اقل من 3000 مشترك، وده طبعا رقم قليل جدا. طبعا تعالى كده نخش نبص على الاودينس. طبعا زي ما انتم شايفين الاودينس هنا او العدد الدول اللي بيتفرجوا على القناة عندي 48% منهم طبعا زي ما انتم شايفين امريكان، يونايتد ستيتس، وبعد كده يونايتد كينجدوم، استراليا، كندا، ساوث افريكا، نيوزيلندا، وماليزيا، الهند. طبعا زي ما انتم شايفين اكبر دول او اهم 5 دول موجودين في القناة هو دول من أوروبا وأمريكا، وده طبعا حاجة مميزة جدا. انت كمان الار بي ام بتاعك او تكلفة الربح بتاعتك لكل 1000 مشاهدة ممكن توصل ل10 دولار، ولكن بتبقى في شهور معينة، ولكن النورمال بيبقى من 8 ل6 دولار، وده برضو بيفرق في حسب مدة الفيديو. دي كانت نقط مهمة جدا لازم نتكلم فيها. فيلا بقى ننتقل للجزء التاني ونتكلم على 3 محتويات مهمين جدا ممكن تعمل منهم أرباح، وأرباح كويسة جدا لو بدأت فيهم في الوقت الحالي. ال3 محتويات اللي احنا هنتكلم عليهم دول، عندك مثلا قناة ريد تي. القناة دي بتقدم محتوى عن المشاهير اللي موجودين في أمريكا. طبعا زي ما انتم شايفين القناة دي بتنزل فيديو كل يوم. لو أخدنا كده اللينك بتاع القناة دي ودخلنا بصينا نشوف هي بتجيب كام مشاهدة. لو جينا كده بصينا، وانا طبعا انا عارف المحتوى ده بيجيب ار بي ام قد ايه، او اليوتيوب بيدفع فلوس قد ايه على كل 1000 مشاهدة. طبعا زي ما انتم شايفين هو جايب اخر 30 يوم 291 الف، فاحنا لو قلنا 291 الف يعني 8 دولار ونص او 9 دولار في 291 الف، يعني القناة دي بتعمل لها 2400 دولار. خلينا ننقص ال 15% الضرايب بتاعت امريكا، فانت هنا بنقول 2400 73 ناقص 371. القناة دي بتعمل لها صافي 2000 دولار في الشهر، يعني بتتكلم أكتر من 100 ألف جنيه. ودي قناة تعتبر صغيرة، قناة تعتبر 20 ألف مشترك، صغيرة مش كبيرة، وبتنزل فيديو واحد بس في اليوم. طيب تعال نشوف المحتوى اللي بعديه، وهو محتوى خاص بالحيوانات. طبعا برضو بيتعمل فولي بالذكاء الاصطناعي، كل المحتوى بالذكاء الاصطناعي. قناة جديدة 15 فيديو جايبة 11 ألف مشاهدة. لو جينا بصينا كده على أول فيديو نازل من أسبوعين، يعني القناة دي جديدة لانج، محتوى لسه موجود ومتاح إن أنت تعمله، وعليه طبعا التنافس قليل جدا، لأن لما قناة جديدة تطلع بسرعة بالشكل ده في 15 فيديو، فمعنى كده إن المحتوى ده عالي الطلب جدا عليه. وكمان يعني طريقة عمل الفيديوهات دي بسيطة، مش صعبة خالص. تعالى كده نشوف الفيديو ده بيجيب يعني كام مشاهدة، وهقول لك برضو الار بي ام بتاعها قد ايه. طبعا سيبك من الارباح دي، انا مش هتكلم على الارباح دي لان المحتويات دي انا اشتغلت فيها وعارف الار بي ام بتاعها قد ايه. القناة دي زي ما انتم شايفين جايبة 1,068,000، وبتتكلم هنا ان مدة الفيديو 20 دقيقة، يعني برضو بتتكلم في حوالي ان المحتوى ده ممكن يعمل 7 دولار الار بي ام بتاعه، لان مدة الفيديو مش بتوصل ل30 دقيقة، لا 20 دقيقة، فممكن يعمل من 6 ل7 دولار لكل 1000. يعني انت هنا بتتكلم مليون مشاهدة عامل 6000 ل7000 دولار. ودي قناة لسه صغيرة، قناة 10 تلاف مشترك وبادئة من أسبوعين. طيب قناة بعد كده التالتة معانا، وهي قناة اسمها ذا برايم. وطبعا القناة دي بتتكلم عن الأخبار المهمة الرائجة اللي موجودة برضو في بريطانيا وأمريكا والكلام ده كله. تعالى كده ندخل نبص على المحتوى ده جايب أرباح قد إيه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا مدة الفيديو برضو كبيرة، 25 دقيقة ل20 دقيقة. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هتلاقي في فيديوهات جايبة كم مشاهدات ضخم جدا في 3 شهور، 1,500,000. طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا لو جينا بصينا هنا على المشاهدة اللي موجودة في القناة دي، بتتكلم على 4000 4,144,000. يعني برضو بتتكلم ان هنا الار بي ام ممكن حوالي 7 دولار، يعني بتتكلم ان المليون ب7,000 دولار. هنعمل كده 7,000 في 4 بوينت. طيب 7,000 في 4.144. القناة دي بتعمل لها 29,000 دولار أرباح من إعلانات اليوتيوب فقط، من غير الرعايات أو الكلام ده كله. وطبعا القناة زي ما انتم شايفين بتنزل أكتر من فيديو في اليوم، يعني كل ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، زي ما انتم شايفين 6 ساعات، 7 ساعات، يعني منزلة 6 فيديوهات كل يوم. لو جينا بصينا هنا هنلاقي إن القناة دي بتنزل من 5 ل6 فيديوهات كل يوم، وأوقات بتنزل 10 فيديوهات. فدي برضو قناة تقدر ان انت تنسخها بكل سهولة وتعمل محتوى مشابه ليها، برضو بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي.
ودي نقطة هنتكلم عليها بشكل مفصل اكتر ان شاء الله في خلال الايام اللي جاية. فبس كده لحد هنا كده خلص الفيديو.